السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يلا هنحضر غدا حلو قوي قوي مع بعض النهاردة، إن شاء الله يعجبكم وتاخدوا كده يعني ايه فكرة كده من الوصفات. ممكن تعملي كل وصفة لوحدها وممكن تعمليهم كلهم مع بعض زي ما عملناهم النهاردة مع بعض. بس قبل ما نخش على الفيديو ونشوف احنا عملنا ايه، متنسوش ان احنا نصلي على النبي في كومنت وندعي اخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويكبرهم ويحرر ارضهم ويرحم امواتهم واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اول حاجة عملتها انا جبت فرد الطحال وجبت الفشة، طبعا غسلتهم ونقعتهم كويس قوي قوي قوي، وبعد كده حطيتهم في ميه وهولع عليهم البوتاجاز واحطهم على النار يعني من غير اي حاجه، مش هحط عليهم اي حاجه تانية ولا هضيف لهم اي اضافات تانية. واعمل بقى محلول النقع بتاع الممبار نفس محلول النقع اللي عملته للفشه والطحال. ما وريتكمش محلول النقع اللي عملت فيه الفشه والطحال، نقعتهم فيه عشان خاطر ما كنتش هصور اصلا. وبعد كده ايه، قلت خلاص نعمل بقى الفيديو مع بعض كده ونفيد بعض كلنا، ولو انا نسيت حاجه ولا كده وبقولوها لي. محلول النقع اللي بعمله بقى الحاجات دي كلها عامة عبارة عن ليمون وملح وجنزبيل، مش اكتر من كده. تمام، بنقعهم فيه شوية وبغسلهم بقى بيه كده وبنقعهم فيه شوية وبعد كده خلاص. عملت برضو الممبار بمحلول النقع ملح وليمون، محطتش عليه جنزبيل بصراحة عشان الجنزبيل كان خلص. ودعكتهم بقى كويس اوي بالملح والليمون كده، وبعد كده رحت شاطفة الممبار شطفة محترمة وزي ما انتوا شفتوه كده ايه ابيض زي الورد. هجيب دلوقتي بصلتين كبار وهضربهم في الكبة فرم، يعني ايه انا عايزاهم خشنين مش عايزاهم ناعمين قوي. تمام، عايزاه خشن شوية. هفرم بقى البصل كده واحط بقى عليه التوابل، احط عليه بابريكا ممكن تستغني عنها وممكن تحطي شطة لو بتحبوا الشطة، وملح وكمون وكزبرة. دي البهارات بس اللي انا هحطها. معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة بابريكا. عايزة شطة حطيها طبعا حسب ما انت بتحبي تذوق الحاجة بتبقى حامية ولا لأ. وهدعك بقى البصل كويس قوي في التوابل دي. تمام، ودي خطوة مهمة جدا لازم تعمليها، ان انت تدعكي البصل كويس قوي في التتبيل في البهارات بتاعته وتركنيه على جنب. على بقى ايه، بنقطع الخضرة بقى ونعمل الطماطم ونخلص بقى الخطوات بتاعتنا. بعد كده هنزل بقى، ضربت كيلو طماطم كده في الكبة، برضو انا عايزة الطماطم خشنة مش عايزاها ناعمة قوي. هنزل بقى بكمية الخضرة كده المتقطعة على البصل، وهنزل عليهم بالطماطم، وهنزل عليهم بربع كيلو من الرز المغسول، الرز المصري العادي بتاعنا. دي بقى خلطة الممبار. انا بصراحة بحب خلطة الممبار دي اكتر من اللي هي بتبقى متسبكة، لان المتسبكة بحس ان انا باكل محشي. لا، انا عايزة ادوق طعم الممبار يبقى طعمه مختلف عن المحشي تماما. فانا بحب اعمل الممبار كده ني في ني، بيبقى حلو قوي. والخلطة دي لو جربتوها هتحبوها جدا جدا في الممبار. بعد بقى ما عملت الخلطة كنت مولعة المية على النار عشان خاطر اسلق فيها الممبار بعد ما على محشيه تكون المية غلت وكده. انا هعمل حبة من غير شطة وهعمل حبة بشطة، عشان كده هسلقهم على حلتين مش هسلقهم مع بعض. بس هحشي اللي هو من غير شطة الاول، وبعد كده هضيف بقى الشطة براحتي زي ما انا عايزة. انا بحشيه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ما بياخدش وقت خالص، بملاه. واول ما بضغط عليه كده وبلاقيه مش بيطلع رز من الناحيتين، ما بيطلعش رز، خلاص كده. لكن مش بحب ان انا اعبيه واسيبه منفوخ واسيبه. لا، بحب ان انا ابططه خالص كده لحد اما الاقيه ما بيطلعش رز من الجنبين، وبعد كده خلاص بسيبه وبمسك غيره بقى بحشي غيره يعني وكده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الفيديو موضح بقى وشارح كل حاجة من غير ما انا اتكلم، يعني حتى لو انا ما اتكلمتش فايه الفيديو مفصل كل حاجة بتتعمل ازاي. هنعمل النهاردة بقى ايه أكلة سمين كده او أكلة حلويات كده مشكلة حلوة قوي. هنحط فيها كفتة وكبدة والطحال والفشة وسمين وممبار، تشكيلة كده حلوة. طبعا في ناس كتير مش ممكن تكون ما بتحبش الأكلة دي او يعني ملهاش مثلا في الحاجات دي كلها على بعض،
عادي ممكن بقى تحطي الكبدة على الكفتة بس لوحديهم وتحطي معاهم الطحال، ممكن تستغني عنهم ايه. يعني بصوا خدوا الوصفات، خدوا الطريقة كده واعملوها بقى ايه على يعني حطوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها على بعض. بتحبوا في حاجات معينة ما بتحبوهاش خلاص، خدوا بس الفكرة كده وباعملوا حتى كل حاجة لوحدها، مش شرط يكونوا كلهم مع بعض او على بعض زي ما انا عملتهم بالظبط. لا اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها بس. هجيب بقى المية بعد ما غلت كده، هحط فيها ملح وفلفل اسود مش اكتر من كده، ده الممبار اللي هو من غير شطة. وده اللي هو بشطة. انا المية اللي طلعت من باقي الرز اللي انا هشيب الخلطة بتاعة الممبار اللي انا هشيب بيها، المية اللي اتفضلت حطيتها على الممبار اللي هو بشطة، عشان خاطر ايه، كانت فيها شطة ساعتها ما كانش ينفع ان انا احطها على اللي هو بارد. هجيب بقى بعد ما سلقت الفش بقى والطحال واستووا تماما، هبتدي دلوقتي ان انا اقطعهم شرايح. عايزه تقطعيهم مكعبات براحتك، انا بحب ان انا اقطعهم شرايح كده تكون طويله رفيعه، بس برضو مش رفيعه قوي. وهبتدي دلوقتي ان انا اقطعهم بالشكل دوت كده. الطحال برضو كان استوى، كان تمام قوي طبعا، كنت غسلاه ومظبطاه وشايله القشره اللي عليه من بره، كنت مقشراها برضو، وكان حلو قوي. برضو بقطعه شرايح كده طويله رفيعه ايه، بس مش رفيعه قوي. دي بقى الكفتة ودي الكبدة. طبعا كنت عملت الكفتة وكورتها وسويتها كمان، والكبدة برضو كنت عملتها وشوحتها كده وظبطتها، وقطعت فلفل اخضر. هبتدي دلوقتي بقى ان انا احط الطحال كده على النار. الكفتة انا عملت طريقتها تنزل لكم في فيديو لوحديها ان شاء الله، والكبدة برضو هينزل في فيديو لوحده بإذن الله كده. يعني الكفتة هتنزل في فيديو لوحدها، والكبدة هتنزل في فيديو لوحدها بإذن الله. يعني ايه مقاطع كده على السريع، بس عملتهم فيديوهات لوحدهم. حطيت بقى معلقه سمنه وحطيت فيها الطحال كده، وهشوح الطحال لوحده. وحطيت برضو في الحله دي معلقه سمنه، وهحط فيها الفشه واشوحها لوحدها، واحمر بقى الممبار. انا بحب اعمل كل حاجه لوحدها، اسويها الاول لوحدها. يعني انا عملت الكفته وسويتها الاول لوحدها، عملتها وكورتها وسويتها كله تمام، وخليتها لوحدها. والكبدة برضو قطعتها وغسلتها وعملتها لوحدها، والطحال عملته لوحده، والفش عملتها لوحدها. كل حاجة عملتها لوحدها، وفي الآخر حطيتهم كلهم على بعض. بس بحب أسوي كل حاجة الأول لوحدها، أديها تشويحة كده لوحدها، وبعد كده أحطهم كلهم على بعض يكملوا سواهم مع بعض. بعد كده هنزل بقى بالسمين كده على الفشة واشوحهم مع بعض كويس، وهروح نازلة عليهم بقى بالطحال. هقلبهم بقى مع بعض، واحط عليهم دلوقتي الكفتة والفلفل والكبدة، احطهم كلهم على بعض دلوقتي، وهنعمل حلة كده ايه من الاخر، بألف هنا وشفا يعني للي اكل منها. ريحتها كانت خطيرة وكان طعمها حلو قوي. كم قرن فلفل كده بقى ايه، يعني عايزة تحطيهم بارد حطيهم، عايزة تحطيهم سبايسي حطيهم براحتك. اخر حاجة هنزل بيها الكبدة، اللي هو خلاص بعد الكبدة، بعد ما احط الكبدة انا ايه هحط البهارات التوابل بتاعتي، وهوطي عليها 10 دقايق كده على النار وهطفي. اخر حاجة الكبدة بحطها، عشان خاطر الكبدة ما بتستحملش السوا واحنا اصلا مسوينها. بحط بقى التوابل اللي عبارة عن معلقة كده من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون وملح، مش هضيف اي بهارات تاني. طبعا بحط بقى كمية ملح حلوة كده، لان احنا اصلا ما كناش مملحين اي حاجة من الحاجات دي غير الكفتة بس، ومش حاطين لها ملح كتير كمان في الخلطة بتاعتها. هقلبهم بقى مع بعض واسيبهم كده على نار هادية 10 دقايق ياخدوا ويدوا مع بعض كده، وبعد كده هطفي عليهم. بعمل بقى ارضية كده من الجرجير، بتدي برضو ريحة حلوة قوي 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 للأكلة دي. بس وده كده كان الأكل بتاعنا النهاردة. والممبار حمرناه، ده اللي هو من غير شطة،
وده اللي هو بشطة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون فدتكم بأي حاجة. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. سندوتشات بقى وعيشي حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.